السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما نخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو. اللايك بيساعد بشكل كبير جدا في انتشار الفيديو لكل الناس اللي مهتمية بالسفر والتأشيرات وتعديل الأوضاع، وتعمل سبسكرايب للقناة عشان القناة تكبر بيكم، ونسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الحلقة بتاع النهاردة. وهو فيديو يا جماعة ممكن يكون قصير شوية، بس هو ممتاز جدا لكل الناس اللي بتفكر للمستقبل لأولادها ولنفسها برضو. فالنهاردة موضوع الفيديو أو العنوان بتاع الفيديو 5 دول تقدر تديك الجنسية والإقامة الدايمة بالولادة. فركز معايا بقى كويس جدا في اللي أنا هقوله لك وال5 دول دول. طبعا في المقام الأول تيجي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أمريكا يا جماعة بتعتمد حق الأرض للولادة، بمعنى إن لو أنت زوجتك حامل وجت خلفت هنا عندنا في امريكا، فهي الطفل بياخد الجنسيه تلقائي من ساعه اول ما بيتولد، بيطلع له شهاده ميلاد وبياخد الجنسيه. كان في مشاكل طبعا في وجود ابو حنان ان هو كان عايز يوقف الموضوع ده، بس الكونجرس رفض والموضوع لسه مستمر زي ما هو. بس الطفل فقط هو اللي بيستفاد بالولاده، مش انت ولا مامته. تمام؟ لا انت هتاخد جرين كارد ولا هتاخد اقامه ولا اي حاجه، بس ابنك هياخد الجنسيه الامريكيه. ويقدر بقى بعد كده هو يعمل لكم لم شمل بعد ما يتم ال 18 سنه، يقدر يعمل لكم لم شمل. فما فيش اي اقامه للاب والام غير لما الطفل يكمل ال 18 سنه. انما الطفل بياخد الاقامه الدايمه تلقائي، وطبعا الجنسيه اول ما بيتولد. دي الدوله رقم واحد. نخش على الدولة رقم 2 وهي كندا. كندا برضو يا جماعة بتدي معترفة بحق الأرض، وإن أنت لو مراتك ولدت على الأراضي الكندية، الطفل تلقائي بياخد الباسبور الكندي وبيبقى مواطن كندي، وانت بيكون ليك تسهيلات. انما مفيش قانون رسمي بيقول ان انت لو مراتك ولدت هنا فانت والام بتاخدوا الاقامه، لا، بس بيكون في تسهيلات قانونيه او بعض الثغرات القانونيه تقدر تاخد بيها انت والام الاقامه. دي الدوله رقم 2. دوله رقم 3 يا جماعه وهي المكسيك. المكسيك يا جماعه برضو عندها نفس الكلام، بتعترف بحق الارض. لو انت جيت هنا ومراتك ولدت هنا، فالطفل بياخد الجنسيه المكسيكيه في ساعتها، وانت والام بتاخدوا الاقامه الدايمه. وبعد سنتين بتاخدوا الجنسيه المكسيكيه والباسبور المكسيكي يا جماعه. ترتيبه تقريبا ال20 عالميا، بيدخلك باسبور قوي جدا، بيدخلك جميع دول الاتحاد الاوروبي كامله من غير فيزا. وفي ميزه كمان يا جماعه في الباسبور المكسيكي، ان المكسيك بالذات لو انت عايز تروح تشتغل في اسبانيا وحصلت على عقد عمل ورحت اشتغلت في اسبانيا، بتاخد الباسبور الاسباني بعد سنتين. دي القانون ده معمول للمكسيك فقط، المكسيك والارجنتين تقريبا، بس اللي انا متأكد منه هو المكسيك. اي دولة تانية لا، انت بتقعد بقى مثلا لو معاك عقد عمل بتقعد من 8 ل 10 سنين عقبال ما تاخد الباسبور الاسباني. بس لو انت مكسيكي وموجود بشكل قانوني ومعاك اقامة قانونية، بعد سنتين بتقدر تاخد الباسبور الاسباني. دي تالت دولة. رابع دولة وهي البرازيل. البرازيل نفس المكسيك بالظبط، نفس الحاجة. لو مراتك ولدت هناك ابنك بياخد الباسبور البرازيلي، وبعد كده انت بتاخد الاقامه الدايمه، وامه بتاخد الاقامه الدايمه، واخواته اللي هم اقل من 18 سنه برضو بياخدوا الجنسيات واقامات دايمه. وهنا بس الميزه ان انت بعد سنه واحده بتاخد الباسبور البرازيلي. الباسبور البرازيلي يا جماعه برضو باسبور قوي جدا، تقريبا ال 15 او ال 16 اقوى من المكسيكي، وبيدخلك برضو جميع دول الاتحاد الاوروبي كامله. تمام؟ وتيجي في المرتبة الخامسة والأخيرة وآخر دولة معانا وهي دولة الأرجنتين. نفس الكلام برضو، بس الشروط بتكون أصعب شوية في الحصول على الجنسية من المكسيكي ومن البرازيلي، بس هي نفس خط السير. مش هقعد أعيد طبعا عشان خاطر وقت حضراتكم. وبرضو الباسبور الأرجنتيني من أقوى الباسبورات الموجودة في العالم، وبرضو يقدر يدخلك جميع دول الاتحاد الأوروبي وجميع دول الشنجن بدون فيزا. ده كان موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. ما تنسوش يا جماعة اللي عنده أي سؤال في خصوص الفيديو ده، الفيديو ده مهم جدا بالذات لو للناس اللي بتفكر في الاستثمار في أطفالها، واللي بتفكر في إقامات مختلفة وباسبورات قوية جدا. فالفيديو ده ليك، أو ابعته لأي حد من قرايبك أو أصحابك، أكيد هيستفاد منه كتير. ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك للفيديو وتعمل كومنت
باستفسارك، وانا ان شاء الله هرد على كل استفسارات حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.